ما عم بقدر صدق، ما عم بقدر صدق اللي عم تحكي. نظيرة وبرهان؟ الله وكيلك يا عم برهان، الله وكيلك. وانا حكيت لك خصنص لانه ترى هي صارت بتخوف كتير، مو بس علي برهان اغا كمان. الله بيعلم شو. برهان شو صار معك؟ والله يا خانم مو مبينة. شو مو مبينة؟ يعني مو بقطة؟ مالها أثر بكل البيت، حتى أغراضها مو مبينين. ولي وسيدك برهان شوفي لي يا بقطه، يلا قوام. حاضر يا خانم. ولي معقولة تسرقوا معها؟ ولي معقولة ايش كان بتصير؟ معقولة تكون عملتها؟ ولي هيدي اللي شوف شو حكيتي؟ ايه والله يا اغا. لك برهان، لك هذا الختيلة. ايه نعم، هو وهي العايبة اللي ما بتتسمى. لك نظيرة هي قطن غمضة هي. ما حدا مغمض غيرنا يا اغا. لحم على السيرة، وين هالبنت الكلب؟ والله يلعن ابوه على ابوه اللي خلفوه. والله طول بالك تقبرني، طول بالك. نظيرة هلا مالها بالبيت. شو يعني مالها بالبيت؟ هيك مالها بالبيت. هربت معاه؟ الله لا يشعكم خير بجاه رب العالمين، يخرب بيتكم من حالكم. ولك شلون هربت؟ تقبرني كنا مشغولين بكرجية خانم، ولما فقدناها كانت ضاب بغراضها ومشمعة الخيط. والضرب السخن وينه ولا وينه؟ والله لا يقدر يا خرب بيتك. ولك على راسك. عامل اللي فيها عندك وانت طلع جواتك بيت ابليس. ولك على راسك يخرب بيتك. ولك يخرب بيتك وبيت بيتك يا على ابوك. الله يخزيك. يبعت لي ألف حمى. ذبحوا الولد، ذبحوا الدرويش. الله يسامحك يا عم برهان، الله يسامحك. ما قلت لك خليها بيناتنا، ما قلت لك لا تجيبي له سيره. يبلا لساني بالقطلة ان شاء الله. يبلا بحبك وبتر الهي. الا عن ساعتك وساعة اللي ولدت فيها. ولا تتكلم على امك. يخرب بيتك بالعالم. ولا حاول تحس ولا حاول تشوف. تعي خلصيني من الغول يا امي. يا شوف خرج ولادتي وياها. يلا روحوا لابو لي الشام فوقي تحتاني. بتجيبوا لي هالعايبه من تحت تقطيع الارض. يلا اخذ اياها وانا بصلاه العشاء. يلا زعلان منك يا امي، زعلان منك ما تردن علي. يلعن امك يا امي، يلعن امك يا امي. الله لا يسويك يا كمان ما بيجوز يفوتوا لعندك امي. يعني شلون ما كان بيضلوا نصارى. فالله يوفقك يا مثل ما بدك امي، مثل ما بدك. ايش كان ارتحتي للجماعه ما عندي مانع انه تسلي معهم شوي مثل ما بدك. رايح اتوضا امي. مساء الخير. اهلين. انا بعبي لك. يكتر خيركم مشان امي. خير الله، وعجبنا ولو. استغفر الله العظيم. أرانب
صدقوني يا جماعة هدول أرانب ليكن عم يبعتوا العلف ورجلهم فوق رقبتهم. أنا بعرفهم منيح لهدول اللي عاملين حالهم أغوات، هربوا مني من اسطنبول، بس لكن أنا لحقتهم لهون، لحقتهم عالدعسة. وراك والزمن طويل، صدقوني عم بقلكن هدول جبناء وأرانب. والله وانت قلتها يا باشا، كان بدهم مين يلمون ويظهرون على حقيقتهم. الله يبارك فيك ويديمك فوق راسنا. معناتها هلا يا جناب الباشا ما صفي يمنعنا شي من لم السلنامة، صار لازم نبلش نجمعها، ولا شو رأيك يا جناب الباشا؟ أكيد رح نجمعها، بس هلا خلوني مروق ومبسوط بخبرية العلف، ومن شان السلنامة خلونا نأجلها يومين بس يا عقيلي. مثل ما بتأمر يا جناب الباشا، نحن بأمرك. يلا يكتر خيركم يا جيراننا، الوالدة عم تدعي لكم دايما. خير الله يا ابني، حالة البركة. لإمتى بدي ضل هذا هون؟ والله فحم قلبي من القعدة هون. عرفت علي كيف؟ بقى إيش كان بتلاقي لي فكرة هيك ولا هيك أنا بكون ممنونك وما بنسى لك إياها بنوم. أكيد هالحكي ولا مثل عوايدك؟ لا يا أبو عيد لا. هي شواربي. لك كان اسمع شو بدي اقول لك، وفهم علي منيح شلون رح تخلوا التبن يصير سلاح بين ايديكم. التبن هاد هو اللي رح يحفر له قبره لسليم باشا. احكي ابو عيد، قول. رح نبعث له علف لحد ما يقول حاجه اكتفيت، ومننشر العلف وين؟ حوالين السور، داير مدار السور من جوا. ايوه، وشو بنستفيد من هالشغله؟ لما بدنا القلعه بسيخ نار واحد بتهب القلعه بالنار للسما، وقتها بتشوفوا شغلكم على برد المستريح. المهم ما ينقطع العلف عن القلعه. أهلين عمي. وينه الشيخ فواز؟ ليكو جوا عم يصلي. ايه تقبل الله لك بنتي، بس يخلص خليه يلحقني على المربع، معاوزه. بأمرك عمي. ولا انت وياه شو هالقرف والوسخ اللي بالارض؟ يلي عن ابوك على ابوك، لا تفل الارض عرفتوها عرفتها كلها، بسرعه. امرك يا اغا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شو كان بده الاغا؟ عاوزك بس تخلص صلاة، قال ناطرك بالمربع. تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال. شو لك أبي؟ شايفك مالك مرتاح للحديث. لا مو معقولة منوب يا أبي، أنت بتعرف البير وغطاه، بتلاقيها معقولة أنا أحط إيدي بإيده لهذا اللي خطف لي مرتي؟ شو هالكلام هذا يا أبي؟ أعوذ بالله. يعني إيش كان أنا قبلت على حالي وكسرت على أنفي بصلة ورضيت؟ شو بدهم يحكوا علي أهل الشام يا أبي؟ أعوذ بالله يا أبي، أعوذ بالله. بس للضرورة أحكام لك فواز، ويشهد علي ربي إني شو العمل برأيك لك ابني؟ هات لنشوف. أنا مستعد لأي شيء يا أبي،
أنا مستعد لأي شيء تطلبه مني، بس هي ما عم بقدر أقبلها. ما عم تنبلع معي، ما عم تنبلع معي النوب يا بي. واحد خطف لي مرتي، سرق لي إياها على عيني وعلى عين بر الشام كلياتها يا بي. بدك ياني وقف معه وحط إيدي بإيده يا بي؟ يا بي والله ما لي عين حط عيني بعينه يا بي، والله يضل كاسر لي إياها طول ما أنا عايش. لك أبي، القضاء والقدر بيكونوا صعبين على البني آدم، ما بقول لك لا، بس هذا القضاء ذات نفسه هو اللي بعت لنا شعلان ليكون إيدنا ورجلنا، لك والله من غيره حنضيع. ولا تفكر إنه الباشا حيتركنا لحالنا، لا لك أبي، المبين إنه محضر لنا طبخة وسخة وفاحت ريحتها بالشام كلياتها. ساوي اللي بتلاقيه مناسب يا بي. شيخ فواز، أمرك يا آغا. فهم علي، بلا شعلان ما حنربح شيء، بدونه ما حنقدر نكسر الباشا ونربحه. خايف نربح الحرب مع الباشا نخسر كرامتنا يا أخ. ايوه لقد منين عم تجيب فنجات هي ولا عود لشو؟ قلت لك يا بي من أعلي، الله وكيلك من أعلي، بس أنت ما كنت منتبه لي. منين من عالك أبي منين؟ ما شفناك فوق شفناك تحت. لا يا بي أنت ما كنت طايقني، إذا بشعل لك أصابعي العشرة ها ما كنت حتحبني ولا حتصدقني. لك أبي اطلع من البوابة الله يرضى عليك، مو بس أنا ما حصدقك، ما في مخلوق بكل الشام رح يصدقك، لأنك ساعة جني وملعب وعامل لي فهمنجي، وساعة ولد فصعون قاعد عم يبكي على رغيف الخبز. الله يسامحك يا بي، الله يسامحك. الشغلة مو على كيفك يا عبد الرحمن، أنا اللي طلعت الفرمان وأنت عليك تنفذ وبس. بس يا جناب الباشا ما حدا عم يحضر الدروس عندي يا جماعة، الله وكيلكم عم اروح ما في يا دوب طالبين 3. شو بنعمل لك يعني؟ منجر لك طلاب جرة الجامع؟ ما قلت هيك يا جناب الباشا، بس كلهم من جماعة الحلبي، بعدين الكل عم بيشوفوني. شيخ عبد الرحمن، انت روح اليوم على الدرس وشوف شو رح تلاقي. قل له يا اغا شو محضر له، خبره. وحياة عيونك يا شيخ عبد الرحمن، اليوم رح يكون في عندك بالدرس أكثر من 200 زلمة. بس يا جماعة هيك رح تنكشف الكذبة. صص فلان، كذبة؟ أنا بحضوري ما حدا بيكذب أبداً. زين كلامك يا شيخ عبد الرحمن، وإلا بخلي راسك يصير بين رجليك. اسمع، ما بتنقطع عن دروس الجامع حتى لو كنت لحالك، عم تفهم؟ عم بفهم يا جناب الباشا، عم بفهم. لك شو حامل وما حامل؟ شو عم تحكي كرجية خانم؟ شو عم تحكي؟ طولي بالك تورين، طولي بالك. هذا اللي كان ناقصنا والله، فياض يجي ولد من هيك وحده، بعدي هيك شو وينها بس لشوفها. طيب هون انزلي انزلي لك انزلي بلا راحة. شو هالكلام اللي عم تناتوري يمين وشمال؟ شو هي حامل وحبلة؟ شوفي وليه عيونك ببلبصها من محلها. اسمعي شوي يا خانم، شو بدك؟ اتركيني كرجية خانم، ان شاء الله اتركيني. هذا الابن الحرام بدك تسقطيه، عم تسمعي وليه؟ خلص ستي مثل ما بدك. تضربي بشكلك على هالمنظر. وين طالع؟ طالع. ما بدك تاكل؟ عملت لك الاكل بايدي. لا باكل برا، ما عندي وقت. يو والله ما بتطلع من هون قبل ما تاكل لقمة قوت قلبك. بعدي هيك سكينة. سكينة لك مو اعرف اسمك بالاول حتى ناديلك باسمك؟ ايه على راحتك يا اغا. شرف. استغفر الله. عم تفرجيني العين الحمراء؟ ايه شو عليه؟
ونحن كمان عنا عيون حمر ونيام زرق كمان. لك يا انا وين وانت وين؟ لك قضيه انا وين وانت وين؟ لك انا والشام والاولاد والحريم كلياتهم وكل هالبيت هالاتنية على كف عفريت، كل مستقبلنا على كف عفريت، جاي تقولي لي حبل وما بال؟ لك شو مالي شغله غيركم انا؟ العمى بالسيره، لسه فلانه حبلت وفلانه طلعت وفلانه انضربت على قامتها. لك شو شغلتك انت بالبيت لكان؟ اعتبرني بس هي أول مرة بتصير ببيتنا يعني. هو مني وعلي طلبت منها تسقط الولد، ما بدنا إياه يا أختي. شو هالحكي هاد؟ معقول فياض آغا ابن سلطان الشام يكون عنده ولد من شقة جارية؟ شو هالحكي هاد؟ لك ام برهان اطلعي من راسي، اطلعي من راسي هلا تنين، ماني فاضي لك، ماني رايق لك بنوبه، راسي قد الطبل من غير شيء، ماني لاقيان انك شيء، ما بدي اسمع همسه. ايه تشكل قاسي، ليكني طالعة بس حبيت اقول لك هالكلمتين قبل ما امشي. صحيح ما بدك تتعشى تقبرني؟ لا ما بدي زهرة. طيب على راحتك، تصبح على خير. تبي نالو اتعشى تقبرني؟ ان شاء الله بقبرك لاخلص انت واولادك. ولا أظن أن القنصل الإنجليزي هيرمان عندما أقام علاقات مع عصابات قطاع الطرق واللصوص إلا لاستخدامها ضد قوات مولانا جناب الباشا محمد علي أطال الله في عمره، في حال دخولكم إلى الشام للتشويش وإحداث البلبلة والإخلال بالأمن وإظهار قوات مولانا بمظهر الضعيف والعاجز عن حماية البلد. والناس عندنا من شدة عجزهم وقهرهم يتمسكون بقشة علها تنقذهم من الغرق المشرفون عليه، ويبحثون عن منقذ ومخلص، فتارة يكون قواد خان الدكة المدعو شلة منقذهم، وآغا للمعترين والدراويش. يلا أبي يلا تفضلوا، حطوا قدام الشباب. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفتوا والله. كلوا حبايبي كلوا، إن شاء الله على الصحة وهنا. شو بك أنت ما تاكل؟ أنا ما بدي آكل. لك شو بدك يا بعدي؟ ولك تكرم عيونك قسما بالله لأخذك. تعال قسما بالله لخليك تسهر سهرة الليلة ما تنساها طوال حياتك، وببلاشها هيك بوجه الله. تعال ما بدي منك شيء. تعي ويني حنان؟ تعي هنوني. خذ يا الشاب دبري معرفتك. يلا جنوبك ثوابه مش واشي عليها، ترى ماله متعود. شو شليح؟ اهلين برجال والله. شو ان شاء الله عجبكم لك شو بكو؟ ما تاكلوا؟ بدنا نروح لعنده. وتارة يكون اليرلية، وأخرى العسكر الجديد وسليم باشا. لذا أتوسل إليكم يا جناب الباشا الإسراع قدر الإمكان في التوجه إلى الشام خدمة للناس فيها وإنقاذاً لبلدي من الضياع. عم تبكي عليها يا بعدي؟ ايه والله لما ماتت اختك سكينة ما بكيت هالقد. يبعت لي حمى ان شاء الله. لك ليش حبيبي عم يبكي؟ راحت نزيرة جمّا، راحت نزيرة. ايه وبالهفا ان شاء الله. شو اللي خلق نظيرة ما خلق غيرها؟ لا تحكي عن نزيرة، بزعل منك. طيب خلص ما عاد رح احكي عن نظيرة ولا عن غيرها شيء. اصلا انا من اليوم وطالع ما عاد رح احكي غير عن حبيبي عن برهان آغا وبس. يمانا
انت تحبيني؟ لك من عقة و100 من عقة بحبك، لك يقبشني أنا اللي بيبكي على حبايبه. تعال أعطيني بوزة، تعال. دخيل الحنون أنا. يا أمي يا أمي. هلا ايش عم تفكر هيك انت وياه؟ رح تتعبوا كثير يا ماوردي. لك اي شو لك؟ فياض اغا بياخذ كلامنا وتفكيرنا، بيقول للناس انه هي من جوات مخه، وشلي اغا بياخذ شغلنا وتعتيرنا وبيقول للناس انه هذا شغله وتعتيره، ونحن ما حدا بيلتكش فينا. هلا ان شاء الله كل شيء عم بتعمله بدك تقول للناس انك انت عملته وبدك تضربها بالمنيه يعني. لك لا ما هيك، لك لا ما هيك قصده الزلمه. بس والله هي الشغله كمان الله ما قالها يا اخي. احنا ما بدنا نضرب حدا بمنيه، ولا بدنا حق تعبنا ولا شغلنا، بس ما نحس حالنا انه عم ننسرق وعم ينسرق تعبنا وشغلنا. وهات الناس بقى تصدق انه هداك واحد واطي والثاني اوطن منه، ولسه الجوربجي اوطى من الكل. لك اليكو ما خلصنا له قبل من الخطف. كلمة الله يعطيكم العافية سمعناها هالشيء. لك يا ابو عيد مشان الله بقى قيمنا من السيره. لك والله نحن عم نشتغل بالتم ساكت، كلهم مشان هالمعترين. بس فياض اغا مو معتر ولا ابوه ولا شله. شو عملنا نحن المعترين دخلك؟ جبلانهم هذا شله وعملناه هيك نحن عملناه اغا على المعترين. لك مشان هيك قلت لكم رح تتعبوا كثير بهالتفكير. عملوا منيح وكبوا بالبحر. ما حدا فينا بيكره المعروف ابو عيد، الله وكيلك انا مستعد اشقط رقبتي من الوريد للوريد اذا هذا بيفرج عن الناس بفك قهرهم، بس الناس ما بتعرف اذا عملنا له شيء ولا لا. هلا شو قصدكم بهالكلام؟ لوين بدكم تصلوا انت وياه؟ لك يا ابو عيدو هلا بعد الاكل ما نفهمك لوين بدنا نوصل. قولوا بسم الله. شو بهديك الحرمة بصباحية الله واقفة على اجريها بنفس الأرض؟ يا هاني ايه معلمي؟ ترى شايفة هديك الحرمة؟ ايه شايفة. إلا بقول لك معلم أبو عزيز بدك شيء عايز شيء بنحب نخدمك، مرينا خدمة يلا هوا معلمي بده اياك بالمحل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا أختي. خير يا أختي عدم مؤاخذة بلا منقودية، يعني صار لك واقفة من الصبح على قصب اجريكي، بتريدي شيء مرينا نحن بنخدمك. جارك عباس شو ما عم يفتح محله؟ والله عنده شوية ظروف. يوه، واخوه الشيخ عبد الرحمن ما عم يجي يطلطل على المحل؟ خير وشو بتريد منه لك أختي؟ لا ولا شيء. زكاة عيونك، إيش كان شفته؟ قل له مرقة وردة خانو وبتقول لك جوزها تعبان كثير فوق ما بتتصور. على عيني أختي على عيني. قل له وردة اللي جوزها تعبان كثير وهو بيعرفني، لا تنسى. الشيخ عبد الرحمن منين بيعرف هيك شكيلات؟ شيء. وانتو شو دخلكم بخان الدكة؟ يعني شو إلكن فيه لتدخلوا بهيك شغلات؟ كل واحد منكم يبقى بشغله بيكون أحسن. موفق. خان الدكة ضابب هدول العيبات بقرنة وحدة. أنا رأيي ما نسكر الخان، لأنه إذا سكرناه راح ينتشروا بالشام كلها. برأيكم شو أحسن؟ نضبهم بالخان ولا نخليهم ينتشروا بالشام كلها؟ طيب يا مولانا، ليش نخليهم ينتشروا؟ ليش ما بنخلص منهم قش لفة؟ هذا الخان بقرة للكفر والفساد. شو قصدك يعني؟ نقتلون؟ قتلهم رحمة للعباد يا جناب الباشا. والله أنت اللي قتلك رحمة للعباد. قلت لك خليك ساكت يا موفق. أمرك يا باشا. يا جماعة، خان الدكة صار له شي 200-300 سنة على الحالة هي، وكل الناس بالشام بتعرفه، ومن يوم يومه يلي بده يفوت عليه بفوت، ويلي ما بده بحيد عنه وببعد عن طريقه. بس يا مولانا هذا ما بيرضي رب العالمين،
وخان الدكة لازم يختفي عن وش الدنيا. خان الدكة مليان ولاية ونسوان، ما بدي اياهم يدعوا علي ليل نهار. بعدين هدول ما بيعرفوا يشتغلوا غير هالشغلة، وقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. بعدين بدي افهم انت وياه شو دخلكم بهالموضوع هاد؟ التفتوا لشغلكم يلي اتفقنا عليه وحضروا البلد للسلنامة أحسن من هالعلاك المصدي. مع السلامة. بإذنك يا مولانا. من إذنك مولانا. تضرب انت وياه. نحن وين وانتو وين؟ قال خان الدكة، قال دكة وفشك الشر رقبتكم ان شاء الله. يعني طلع شهاب الدين أضرب من أخوه. ايه والله طلع أضرب من أخوه ب1000 مرة. والله قلبي كان حاسسني والله، ليك وهي خلى البضاعة الأجنباوية تفوت على البلد. ايه بس على حد علمي انك انت كمان وافقت وعملت له زيارة للسيد يعقوب. أعوذ بالله، شو هالحكي هاد؟ والله هيك عم يحكوا بالبلد، وعم يقولوا كمان انك اتفقت انت وياه تجيبوا قماش سوا. لا ممكن، أنا حط إيدي بإيد هالكافر هاد، أعوذ بالله. يعني بفهم من هالحكي انك معنا؟ شو هي معناه؟ جديدة النغمة. وبتقول له كمان إذا كان ما له موافق على هذا الكلام، شعلان وعقاب آغا رح يعتبروا حالهم برات الاتفاق اللي عملوه معك. أمرك يا آغا. انت عرفان لو وين رايح شو بدك تحكي؟ ولو يا قبضاي، من عيني هي قبل هي. بدنا سلاح، أهم شيء السلاح. وبدنا رجال كمان، وقل له يبعت مصاري مشان الرجال الجداد، بس يبحبحهم المصريات شوي. انت قول ان شاء الله، وبعون واحد احد ما بصير الا اللي بدنا اياه. صوت الكريم وينك؟ لا تنسى موضوع شلي ها؟ قل له ايش كان هو ما بده يخلص عليه، نحن بنخلص عليه بطريقتنا. ما بدنا حدا ينزع لنا شغلنا وكل شيء عم نساويه بنوبها. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولتك بوافق؟ والله ايش كان ما وافق في تصرف تاني ما رح يعجبه لا هو ولا جناب الباشا. يلا حبيباتي لبرا. قوام سعد، دير بالك على اخواتك ها. حاضر. يلا. كأنه شايفت لك هالولد بلش ينسى اللي صار. سعد؟ ايه يعني كأنه صاير هيك عم يحن عليهم، عم يلعب معهم. اصلا انتوا اول عن اخر ما دخلكم بهالشغله. ستي صفية. ايه ايش كان قلت لك كلمتين ما بتزعلي مني؟ بعرف، وما بقى في شيء بهالدنيا بيزعلني قد اللي انا فيه. كأنه شعلان ما عاد اجى سأل عنك. ايه مو معقولة، واحد خرب الدنيا وقوم البلد فوقاني تحتاني مشانك، وبالاخير بيلحشك اللحشه. والله شغلي ما بتصدق. ما هو اجى اطمن على الدابه اللي عنده، انا مأمنه بخير، عم تاكل وتشرب، اطمن باله ومشي. طب مو شغله غريبه هي؟ يعني شلون قدران يقعد هيك بعيد عنك، ما عم يشتاق لك؟ لك قلبه ما عم يجره جر هيك ليجي يشوفك؟ حاجتك انت الثانيه، بهالايام ما بقى في قلب يجر صاحبه لقرنه. والله مزبوط، ما عاد حدا سمع صوت قلبه. اخذك ما وردي. اشتقت لها كثير واللي مخوفني اكثر شيء انه صورتها ما عم تروح من بالي بنوم، دائما وشها بوشي عم تطلع بخلقتي. انت ما عم تقول اشتقت لها؟ ايه وانا اشتقت للولاد. تعال ناخذ لهم كم غرض ونغزل عندهم. حامل معك مصاري؟ لك معي من المصريه لل5 مصريات. لك اهلين بقضايات الشام وضواحيها. يا 100 اهلين، شرفوا يا بي شرفوا. قلنا هذا الحكي؟ اكيد لكم، ليش في حدا ما بيعرف مين انتو؟ ما انتو من جماعه القبضايا شله؟ نعم. انت متأكدة من هالحكي ام برهان؟ لك عم اقول لك شفتها بعيوني هدول. ولو ايه لكن ليش قالت عن حالها انها حبلة؟ من شان طلهت عيني لكان، بس على مين؟
ايه ستي امريني، قالوا لي انه بدك ياني. لساتك مصممة انك حبلة وليه؟ ايه لكن شلون؟ ايه حبلة؟ احكي جمانة، احكي، ترى بعتنا ورا الداية امزكي حتى تكشف عليكي، بقى احكي الحقيقة لحالك احسن ما تصير فضيحة. ها ولي شو داية ما داية؟ شو قلتي؟ شوفي وليه، أنا بعرف إنك بعادة النسوان، بقى من وين لوين حامل والله العظيم حامل يا ستي. هلا اتصل ام زكي بتكشف عليكي وان طلعتي كذابة، والله 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 لأن تفريشك مثل الدجاجة. احكي جمانة، احكي وأنا بوعدك ما يصير عليكي شيء، إيش كان سمعنا الحقيقة من تمك، والله والله بوعدك ما يصير عليكي شيء. احكي. بس أنا حبلي عن حقها. مين هو اللي حبلي عن حقها؟ أنا. من مين حبلي دخلك؟ شلة؟ شو هالسؤال؟ كيف يعني من مين؟ أنت بتعرف إنه أنا من يوم ما أجيت على هالخان شعري ما انفرد على إيد رجال غيرك. ايوه. شلة؟ لا تكون شاكك. لك الشغلة مو شغلة شاكك وماكك. جوريني كرمال الله، كرمال النبي جاوبيني. انت من حق شعرك ما انفرد على ايد رجال غيري؟ والله وحياة رحمة أمي بتربتها إني من يوم ما إجيت على الخان ومن يوم ما عرفتك ما عرفت رجال غيرك، ولا قلبي دق ومال لحدا غيرك. ماشي الحال ماشي الحال. شو يعني ماشي الحال؟ ما فهمت عليك. فكري له بس من هلا. وينك؟ من اليوم ورايح ما عاد تشتغلي بالخان، بتضلي بأوضتك لحتى نظبط لك أوضة بالطابق الفوقاني. بتقول ايه؟ كومة الذهب بتصير إلك، وإذا قلت لا بعطيك هدول، بس مو لك لمعلمك شعلان، وساعتها يمكن ينوبك من الجمل شعرة من إذنه. شو مطلوب مني؟ ولو شو صرنا من الأول نهار عم نحكي، ولا كنا عم نغني بالطاحون؟ يا سيدي أنا من إيدك هي لإيدك هي، عالموت معك، بس باخد هدول معي. لا يا شاطر، المصاري ما بتتاخد هيك، الشغلة بدها هز كتاف. وأنا موافق، راح ضل هزلك بكتافي لبعد بكرة الصبح. إذا هيك صرت بتستاهل، خود هدول. وردة خانم؟ لك ايه شيخي ايه، هي هيك قالت، بس بيني وبينك انا ما ارتحت لها بنوب. شو يعني؟ حكت شي؟ لك خلص شيخي، حكت ولا ما حكت؟ الله يرضى عليك. احكي ابو عزيز، قل لي. بصراحة شيخي ايه؟ يعني ما حبيتها، سبحان الذي خلق على الملافظ، غليظة يا اخي غليظة، لك ما ارتحت لها بنوب يا شيخي. يلا يلا. لك هي ما حتتركني بحالي، هي شيطان، استغفر الله العظيم.
لك هي شو بدي اعمل هلا؟ شو بدي اعمل؟ يا شيخ يا شيخ، شو بدها هي الثانية؟ مسيك. شو هذا؟ هدول مو إلك، هدول للحجة. اليوم كان عنا شغل كتير وما لحقنا نغديها. مسيك. لك ابني إذا خايفة تروح عليك الجنة لا تاكل منهم. سبق وطعمينا للحجة من طبخنا وكانت مبسوطة. تفضل. حاجة اللي طول بالك، ما سمعت شو كان عم يحكي؟ ايه ما حكى شي غلط. الله عمي، هدول بدهم يقعدوا يخططوا للشغله ويدرسوها، اما انا ما عندي وقت بنوب. ولك بدي اشوفهم مجرسين بضايق الشام وحواريها، بدي زلهم مثل ما زلوني. ما عم بحسن اطلع من بيتي يا رجل، ما عم بحسن احط وشي وش حدا من اهل الشام. لك بدي يخلص يا اخا، بدي يخلص. رح تخلص يا اغا، رح تخلص. وبرجع بقول لك بدك تطول لي بالك شوي. ليكو القنصل مو مقصر بنوب، والشيء اللي عم يساويه مو قليله ابدا. رح تشوفه لقدام. لك ما بقى بدي اشوف شي بنوب، هي لن تجريه ولغوها. يعني ما بقي عندي لا عسكر ولا غيره، وارزاقي ومصريه سرقوها اغوات اليرليه، وبنتي الوحيده هربت وما بعرف وين اراضيها. شرفي تمرمغ بالوحل، شو صفي؟ ولك ما بدي هالروح تطلع قبل ما اشرب من دماتهم. عم تسمعني يا اخا؟ عم تسمعني؟ عم بسمعك، بس بالتأني السلامة مثل ما قال القنصل. والله ما حدا رح يخربها غير القنصل، وهيدقني بخاطرك. الله يعيننا عليك وعلى تاراتك يا زعفرانجي. شو هاد يا باشا؟ شلون بدي صرف البضاعة هي كلياتها أنا؟ انت قديش اللي؟ ولك على كل رطل بتبيعه 50 قرش حلال زلال. 50 قرش؟ ليش قديش عم بيع الرطل نحن؟ هاد ما بينباع بالرطل، بالمعلقة، بالحفنة. هيك حفنة صغيرة بإيدك. ايه؟ هي المعلقة لحالها ب10 قروش. 10 قروش؟ العمى، لك هذا أغلى من الذهب ذاته هاد. دهب شو لك شليه؟ هاي معجونة، معجونة. يلا لاقي لهم شي قرنة تاويهم فيها. بس وينك؟ حسك عينك جنس مخلوق يدرى فيهم، وإلا قسما بالله بسلخ جلدك عن عظمك. عم تفهم ولا شلي؟ عم اسمع يا باشا. وعم تفهم؟ ايه عم افهم، الله وكيلك عم افهم. ايه منيح. من اليوم ورايح رح ابعث لك 5 عساكر هون مشان يحرسوا الخان، وبيكونوا تحت تصرفك. كمان؟ تكرم عيونك شلي اغا، انت بتستاهل اكثر من هيك كمان.